سيدتي وسادتي، وكما أصدر الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية قرارا بفرض حظر التجوال بوصفه الحاكم العسكري، هذا القرار الذي يبدأ سريانه من الآن 6 تماما من مساء الجمعة الموافق 28 من يناير. هذا الحظر يبدأ من 6 مساء وحتى 7 صباحا ولحين إشعار آخر، وذلك عقب ما شهدته بعض المناطق من أعمال النهب والتدمير والحرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مما استدعى أن يصدر الحاكم العسكري هذا القرار من أجل فرض الاستقرار وعودة مرة أخرى الشارع المصري إلى طبيعته. مين؟ مين ايه بس يا جميلة؟ هو في غير ماما هنا يا حبيبتي؟ ها؟ ايه الأخبار؟ الأخبار يا ماما، الناس مالي الشوارع يا ماما وبيكسروا كل حاجة يا جميلة بيكسروا ايه وبيهجموا ايه؟ أنا بتكلم عن المسرحية، حفظتي ولا لسه؟ المخرج والمؤلف زمانهم جايين، أنا كلمتهم قلت يجوا يمضوا ويقبضوا ونشوف هنطلع المسرحية ازاي في الأيام السودة دي. حفظت يا ماما، حفظت جدا والله. أنا كمان حفظت كل الأدوار، بس أنا خايفة بقولك الناس بتهجم. يا حبيبتي اسمعيني كويس، انت يا بنتي فاتحة التلفزيون ده ايه؟ صورة؟ ما بتسمعيش الأخبار؟ فرضوا حظر التجول، يعني خلاص بيلموا الناس من الشوارع، خليهم بقى يغوروا في 60 داهية. أنا بتكلم عن المسرحية يا ماما، المسرحية اللي هيقولوا إنها فصلتها على بنتها صح وعملتها بطلة بفلوسها، وهيقولوا عليا ما بعرفش أمثل، بس أنا بعرف أمثل، والله العظيم بعرف أمثل. أنا عارفة طبعا يا حبيبتي بتعرفي تمثلي، ده انت طالعة لماما يا جميلة. وبعدين انت مش عايشة في البلد دي ولا ايه؟ ابن الظابط بيطلع ظابط، وابن الدكتور بيطلع دكتور، وابن البطل بيطلع بطل يا ماما. برافو عليكي، انت حبيبة ماما بالظبط. ايوه طبعا، بس أنا يا ماما مفيش حاجة اسمها بس بقى يا جميلة، أنا مش عايزة فضايح، المؤلف والمخرج زمانهم جايين. وبعدين مش الدكتور طمنا وقال لنا خلاص إنك بقيتي كويسة؟ أنا مش عايزة الكلام ده يوصل للجرايد يا جميلة، وبطلي بقى خلصتي مكياج، كفاية قاعدة قدام المراية اللي هتجيب لي الجيران دي. يلا هاتي ورقك واطلعي ورايا، يلا احفظي بره، يلا يا جميلة، يلا يا جميلة. حاضر يا ماما، أنا جاية أهو. وسط القاهرة على الهواء مباشرة، ولم يتبقى إلا أقل من دقيقتين ويبدأ قرار حظر التجوال. هكذا الأمر في حلوان. نعم، إذا هي الصورة أصبحت أهدأ، أصبح المواطنون يلتزمون بالقرار الذي صدر من قبل الحاكم العسكري السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية بفرض حظر التجوال، والذي يبدأ في يلتزمون بالقرار الذي صدر من قبل الحاكم العسكري السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية بفرض حظر التجوال، والذي يبدأ في ست زهرة، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضلي اقعدي، اتفضلي اقعدي. يزيد فضلك يا ست هاني، انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. ازاي تقولي كده يا زهرة؟ ولا تحب اقول لك يا ماما زهرة؟ امال انا مرشحه نفسي ليه عند دايرتكم في الانتخابات؟ ما هو ده اللي انا جايه لحضرتك علشانه النهارده. خير يا زهرة، قلقتيني. في حد عمل لك حاجه؟ طب في حد من عيلك جراله حاجه؟ لا يا ست هاني ما تقلقيش، بس انا جايه اقول لك انك ما تستحقش الدور ده ولا تستحقي من الاساس. انا مش مصدقه الكلام اللي بسمعه منك ده يا زهرة.
اكيد حد وقع ما بيني وما بينكم. ايوه يا فؤاد، انتوا وصلتوا لحد فين؟ ياه، انتوا لسه هناك؟ ده الطريق زحمه قوي. انا بس مش فاهمه الناس دي عايزه ايه؟ مظاهرات ايه بس وكلام فاضي ايه؟ ما البلد زي الفل اهي. هم هيلاقوا فين زي مبارك؟ دي ناس فاضيه. لا ابدا، كنت عايزه بس اوصيك على جميله. ايوه طبعا قريت المسرحيه كلها، هايله. المشهد الاخير يجنن، مشهد المواجهه. بقى كده يا ماما زهرة؟ طب اهدي انت متوترة ليه؟ اهدي عشان نعرف نتفاهم. طب يا ستي بلاش انا. نسيتي بابا الباشا واللي عمله علشانك انت واهل البلد؟ نسيتي انه حارب كتير عشان يرجع لكم ارضكم اللي اتاخدت منكم غصب، وفضل يحارب ويحاول عشان يرجعها لكم لغايه اخر شبر. هو الانسان كده بطبعه نساي. لا يا ست هاني ما نسيتش، والباشا كميله هيفضل على عيني وعلى راسي. يعني احنا مش عارفين نخلص منه يوم بيصدر لنا بنته، وبنته اللي بيبيعها محصول الارض برخص التراب، وبيبيعوا لمين؟ للي كان نهبها قبل كده، واللي قتل ابو عياله ويتمهم. ده في شرع مين يا ست هاني؟ في شغل ده شغل ومصالح. ايش فاهمك انت في الامور اللي زي دي؟ وبعدين تعالي هنا، هي الفلوس بتروح لمين؟ مش بتروح لك انت وعيالك؟ هنا على ابو القرش اللي يجي على كرامه صاحبه. احنا ما لسه اشترنا يا بنت الاكابر. حيلك انت جايه هنا عايزه مني ايه بالظبط يا زهره؟ عايزاكي تبعدي عن عيالي وتسيبيهم يعيشوا حياتهم زي ما خلق ربنا. ان شاء الله 1000 واحده تترشح للدور. صدقني انسب واحده للدور ده هي جميله، مش علشان هي بنتي ابدا، بس جميله ممثله بالفطره، طلعالي، والدور هياخد معاها ابعاد تانيه خالص، وكفايه انها هتفكر الناس ببطولاتي وامجادي. ولعلمك ده هيكون في مصلحه العرض، لان العرض هيستمر ويستمر ويستمر. طب بذمتك يا زهرة، لو انا ما رشحتش نفسي مين هيقدر يرشح نفسه غيري؟ لو شايفه حد تاني يصلح قوليلي. في مين؟ ولادي فعلا هم يصلحوا، بس هم اختاروا حد تاني واختاروا صح. قصدك ايه؟ ولادك جايين دلوقتي يا زهرة عشان يمضوا على التوكيل ده بقى يا ستي توكيل رسمي يديني الحق في بيع المحصول وبالسعر اللي انا عايزاه وبالشخص اللي انا عايزاه ده، وكمان يديني الحق تحيه على الارض لو حبيت. انت كدابه، عيالي ما يعملوش كده ابدا. على فكره انتوا زي جميله بالظبط. ولعلمك ليك عندي مفاجاه، المبلغ بتاع الدفعه الاولى موجود عندي في البيت، واكبر من الفلوس اللي اتفقوا معاكم عليه. ايوه، هو انا ليا بركه الا انتوا؟ ده انتوا المستقبل يا حبايبي. انتوا وصلتوا لغايه فين؟ انت بتصعبي عليا قوي يا زهره. انت الظاهر عليكي ما تعرفيش عيالك كويس. يلا يا جميله الولاد على وصول. حاضر انا جايه حالا. شفتي اهم وصلوا اهم. انت عارفه انت بتحسسيني بايه؟ كانك بتتكلمي على عيال حد تاني. عارفه يا زهره، عيالك دول عاملين زي البهايم، عايزه تاكل وتنام وتشرب بس. راسي انت جننتي. اسمعي ما اقول لك يا بنت الاكابر، انت واهلك عاملين زي الزرعه الشيطاني، لا بتنقلع ولا عايزه زرعه تطلع جنبها حلو. لكن ورحمه الغالي ولا يحصل ولا يكون. انا لا يمكن اسيب عيالي يخشوا جحر العربه برجليهم. وانت من السعاده اوعي حسك عينك تقربي لي انا او عيالي. انا هرجع اخدهم وامشي من هنا حالا. استني هنا، انت رايحه فين؟ ايوه حاضر. اسمع ما اقول لك يا زهره، انت هنا عندي خدامه، فاهمه يعني ايه خدامه؟ خدامه انت وعيالك واحفادهم كمان. ردي عليا، انت ما ترديش ليه؟ بقول لك ردي، فاهمه ولا لا؟ ردي.
سامحيني يا بنتي، سامحيني.